تخيل معايا كده لعبة نزلت أكتر من 20 سنة ولسه لحد النهاردة ناس كتيرة شايفاها أفضل لعبة مصارعة في التاريخ، وأحسن من ألعاب كتير نزلت بميزانيات ضخمة. ومش هقول اسم كشركة 2K، بس ازاي وايه السر؟ ليه لحد دلوقتي لعبة سماك داون اللي نزلت سنة 2003 لحد النهاردة بترعب اي لعبة مصارعة تانية؟ اللعبة سريعة فشخ، والماتش تحسه حقيقي وفلاشات كده بتاعت كاميرا، والحلبة واسعة، والحركات تحسها مدمرة، وان هما الاتنين بيدبوا في بعض، وحاجة غريبة مش هتشوفها في اي لعبة مصارعة تاني. اتحداك لما تيجي تعمل بيدجري مثلا على واحد صاحبك في اللعبة هتلاقيه بيتنطر، لما بتعمل 619 مثلا على مصارع بتلاقيه بيتحدف، بيحسسك بقوة الحركة فعلا. وكل ده كوم، ولو لعبت بقى ببروك ليزنر كوم تاني خالص هتحس ان انت بتلعب بالناس كورة، مش محتاج منك تحفظ زراير علشان تعمل حركة معينة او تتفادى حركة، هي بضغطة واحدة وهتلاقي بروك ليزنر مسك المصارع اللي قدامه عجنه. والنقطة القوية اللي انا شايفها في اللعبة انها مش بطيئة، كلها اكشن على طول. وطبعا بقى مش هنقدر ننسى ماتشات الهيل ان سيل والاليمينيشن تشامبر. بص، اركن العاب المصارعة اللي انت عرفتها ولعبتها قبل كده دي كوم، واللي انت هتشوفه في اللعبة دي كوم تاني خالص. في ماتش الهيل ان سيل هتحس ان القفص كبير، والموشن بتاعت الوقعات خطيرة، بتحس بمدى الوجع اللي حس بيه المصارع اللي وقع الغلبان ده. مش دلوقتي اللي عاملينه في 2K26 مخليين المصارع يتدحرج كده وكأنه في لعبة روبلوكس؟ احنا هنهزر؟